بسم الله والصلاة على رسول الله. أهلا حبوباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. جيتكم اليوم بوصفة تاع المردود هذا الورقلي. إذا نبدأ في طريقة التحضير والمقادير مع بعض. كما راكم تشوفوا خياتي، هنا عندي زرودية، عندي كمية من اللفت والبطاطا، وهنا راح نحتاجو كمية تاني من اللحم غنمي ولا تاع الجمل، يعني تاع الحاشي. فوالا هنا راح نستعمل شوية تاع الزيت. يبقى اللحم على حساب أفراد الأسرة. كمية تاني مليحة من الزيت، هكذاك قيس فنجان. شوفوا كيفاش. ودوكا راح نحط يعني القدرة تاعي الطيب. راح ندير كل شي بارد في بارد. هنا راح ندير لها شوية تاع الملح. راح ندير التوابل. بالنسبه للتوابل ديروا راس الحانوت اللي يكون مخدوم في الدار، ولا راس الحانوت تاع المشرة. من مستحسن اذا ما عندكمش تاع الدار ديروا الدواقه ولا اللي اسمها الفواحه، بزاف بنينه. راح نحط عليها كيما راكم تشوفوا حبات البطاطا والزروديه واللفت، هكاك بارد في بارد. راح ندير بصل كيما راكم تشوفوا هنايا كميه 2 حبات هكاك مقطعه، يعني شويه خشينه. شوفوا كل شيء بارد في بارد. نحطها فوق النار، ومن بعد نرمي لها الماء، يعني نمرقها هكذا. دوك كي تشوفوا هكا تحسبوها مديش بنينه، مي راح تجي هايله. هنا زدت لها شويه من الفلفل احمر، يعني حار يابس، حبيبه تاع الحار كيما راكم تشوفوا. ونغلق عليها لا كوكوت، نخليها حتى تطيب ويطيب اللحم هذاك. ما ننساوش هذا الفلفل الاحمر اليابس باش هكا تجي محرحره مليح. وراح ندير هنا كميه صغيره من الحلبه. الوصفه هذه تحب الحلبه. انا هنا ما كترتش بزاف بيسك ما نحبش الريحه تاعها بزاف، هكا باش ما نخرجوش من العادات والتقاليد. بالنسبه هنايا لهذا السوائل اللي راني نحط فيهم هذا الغرس، نحلله في الماء يعني، ونخليه يغلي يغلي يغلي، ومن بعد نصفيه. هذيك يسموها المريسه. اذا طعام تاعي بعد ما فورتو الخطره الاولى والثانيه تفوروها عادي كيما الطعام العادي. الطعام يكون خشين. ندير له يعني شويه من الدهان، ونجي نحط هنا الكابويه في الاخير بعد ما طاب كل شيء تقريبا. طابوا كامل يعني 98% هكا. راح نطفي المرق، تبقى غير الكابويه، ما راح تشد الطياب بزاف. بهذه الطريقه ونعاود نغلق عليها لا كوكوت حتى تطيب. كي طيب صفيت لها الماء تاعها، يعني المرق تاعها صفيته، وحطيت الطعام تاعي اللي كنت دهنته يعني، وفورته 2 مرات هكذا، ونخليه يتجمر في هذيك المريقه بهذا الشكل. ومن بعد نحط لها شويه تاع الدهان. بالنسبه اللي ما عندهاش دهان تقدر تستعمل السمن، هذا الدهان يعني تاع الماعز. فوالا خياتي، هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. هنا جمرتها وكملت يعني حتى تتشرب شويه من هذيك المرقه بهذه الطريقه. راح تجي شويه تقطع بالحلاوه من هذاك التمر اللي حطيناه ولا الغرس اللي حطيناه في المرقه. ومن بعد نبدا نحط في الخضر تاعي والمرق من الفوق. راح نعمر القصعه تاعي مليح مليح، راح يجي طبق ولا اروع. نتمنى انكم تجربوه. هذا الطبق معروف جدا بزاف في ورقله، يعني مردود النفس يعني، وكل منطقه تما كيفاش يطيبوه. هذه وحده من المناطق يديروا هكاك. هذا هو الطبق تاعنا. تحطوا اللحم الفوق، فلفل مرقد، زيتون يعني هكا بانواعه مرقد، البيض والخضر اللي حطيناهم. ما نساوش درت الفول والحمص مع المرق في الاول بهذا الشكل. اذا دوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم. اذا حبيتوا كاش وصفه تقليديه اخرى ما عليا غير نطبقها ونقول لكم تهلاو في رواحتكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه. ما تنساوش تخلوا لي جيم هكا باش تدعموني اكثر واكثر، وكومنتير. مع السلامه.